السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. مبدئيا انا عامل الفيديو ده عشان افهمك بس النظام ان شاء الله في الفترة الجاية هيبقى عامل ايه، بما انهم قدموا الامتحانات شوية. فمبدئيا انا عايز اطمنك واقولك ان اللي حصل ده عادي جدا وبسيط جدا، ولا تشالنجينج ولا اي حاجة، لان هو يعني قدم لك امتحانات حاجة بسيطة. فعايزك تهدى خالص، مفيش اي تشالنج في الموضوع، تمام؟ طيب. مبدئيا انا هديك نصيحه عامه في الفتره اللي جايه تعمل ايه. يعني انت الفتره الجايه تقريبا عندك اسبوع، وبعد كده اسبوع، وبعد كده اسبوع الامتحانات اللي هو الفاينل، تمام؟ طيب. فانا رايي ان انت في الاسبوع الاول اللي هو الاسبوع اللي جاي ده، احنا النهارده مثلا الخميس، ففي الاسبوع اللي جاي ده خلاص، اللي هو الاسبوع هيبدا على طول، ده من اول النهارده يعتبر. عايزك تعمل ايه؟ عايزك انك تحاول تخلص على قد ما تقدر كل حاجه باقيه لك في المواد. يعني تمسك ماده كده، ايه اللي باقي لك تخلصه وتظبطه. يعني مثلا لو كل يوم هتاخد ماده تخلصها كلها، يعني مثلا في مواد تحتاج مثلا يومين او كده، انت تظبط نفسك. بس المهم انك تطلع من الاسبوع ده تمام، تكون مخلص كل المواد وكل المناهج متقفله يعني، تمام؟ ده بالنسبه للاسبوع ده. الاسبوع اللي بعده انا رايي انك تاخد برضه نفس الكلام، يوم يوم لكل ماده، وتبدا بقى تراجع المواد. خلاص. طيب ده بالنسبه للاسبوع اللي بعد كده، وبعد كده هتخش في اسبوع الايه، هتخش في اسبوع الفاينل. طب يا دكتور، الاسبوع اللي بعد اللي جاي هيكون اللي انت بتقولي اراجع فيه المواد، هيكون فيه عملي. يعني العملي مش هيحتاج، العملي هيكون ياخد منك ساعة او ساعتين تظبطه ليلة الامتحان، وبعد كده ايه تكمل مراجعتك عادي، تمام؟ فدي نصيحة مني يعني. انت لو شايف ان هي ممكن تنفع معاك، انا بصراحة كنت بعمل كده يعني. قبل الامتحانات بيبقى فيه اسبوع بحاول اخلص فيه كل حاجة، او فترة بحاول اخلص فيها كل حاجة، وبعد كده فترة اللي هي هتكون اسبوع بحاول ان انا اراجع فيها كل حاجة تاني، عشان ابقى مراجع المنهج مرة قبل مراجعة الايه ليلة الامتحان يعني. طب حلو. ده بالنسبة لعامة. طب بالنسبة بقى للنظام بتاعنا في البيولوجي، هنعمل ايه او ايه النظام؟ احنا الحمد لله كنا واصلين لحد learning outcome 14 و 15، وكنا كمان خدنا اول جزء فيه في اخر الشهر التاني، تمام؟ طيب الشهر التالت هينزل لك فيه فيديوهين. هو كان المفروض هينزل لك فيديو، لا هينزل لك الفيديوهين الاخرانيين بتوع learning outcome 14 و 15، تمام؟ فبكده انت هينزل لك فيديوهين بساط يعني، التو فيديوز يعني ساعتين الا 10 كده. خلاص هتظبط فيهم learning outcome 14 و 15، تمام؟ حلو. وكمان ان شاء الله هنحل الباست اكزامز، او هنحل الامتحانات السابقه على learning outcome 14 و 15 في نفس الشهر كده. ده الشهر الايه كده، ده الشهر التالت. طب حلو. فكده يبقى انت عندك بالنسبه خلاص يعني، يعتبر بالنسبه لاول شهر كان في learning outcome 9 و10 و11 اللي هم اول ثلاثه learning outcomes، ودول كان عليهم مراجعه الميد ترم، ومراجعه الميد ترم كافيه جدا بالنسبه لهم. بالنسبه للشهر الثاني والشهر الثالث، فدول اللي فيهم الايكولوجي. الشهر الثاني فيه learning outcome 12 و 13، والشهر الثالث فيه learning outcome 14 و 15، تمام؟ حلو كده. طيب ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه للنظام الايه، النظام اللي هنكمل عليه يعني. فبكره ان شاء الله في الشهر الثالث هينزل لك ايه، هينزل لك تو فيديوز تخلصهم كده، انت خلصت المنهج الحمد لله، تمام؟ طيب بالنسبه بقى للايه، بالنسبه بقى اللي بعد كده، بالنسبه بقى احنا ايه بقى مراجعه الفاينل. فانا عايز اقول لك الحمد لله مراجعه الفاينل انا شغال عليها من اول ما خلصنا مراجعه الميد ترم، وانا شغال على مراجعه الفاينل. خلاص. يعني الحمد لله هي قربت تتظبط، هنظبط بس فيها شويه حاجات كده كفايلز، وبعد كده ان شاء الله هتبقى متوفره ان شاء الله، وهتبقى باشتراك بعد ما نخلص يعني ان شاء الله. يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي هتنزل لك ان شاء الله المراجعه، يعني ان شاء الله في اخر الاسبوع الجاي هتكون نزلت لك المراجعه، تمام؟ طيب بالنسبه بقى للعملي، فالعملي ان شاء الله لو وصل لي الروبريك ده اهم حاجه. انت لو وصلت لي الروبريك ان شاء الله انا هعمل لك ان شاء الله مراجعه عملي، وهتبقى برضو موجوده تبع الشهر الثالث، خلاص؟ فان شاء الله انا حاليا بحاول اشوف الروبريك يعني، او اوصل للروبريك. فان شاء الله لو انا قدرت اوصل، لو حد فيكم بعت لي الروبريك ان شاء الله، هي هتبقى سيشن بسيطه خالص، مش هتعدي ساعه ونص ساعتين، هنراجع فيها العملي على السريع، تمام؟ بحيث انت تبقى مظبط العملي وتنزل في الشهر الايه التالت ان شاء الله. يبقى انت كده عندك الاسبوع ده اللي هو بكره ان شاء الله، يوم الجمعه اللي هو بكره، استنى ان شاء الله اتنين فيديوز هينزلوا على المنصه في الشهر التالت. التو فيديوز دول هم ايه؟ هم الفيديوز بتوع learning outcome 14 و 15، تمام؟ طيب بالنسبه بقى اللي بعد كده، ان شاء الله اخر الاسبوع اللي جاي ده، انتظر ان شاء الله بالكتير قوي اول اسبوع اللي بعده، يعني اخر الاسبوع الجاي اول الاسبوع اللي بعده، وده بالكتير قوي، ده صعب جدا يعني. هو ان شاء الله اخر الاسبوع اللي جاي ده ان شاء الله هينزل لك ايه، هينزل لك مراجعه الفاينل ان شاء الله لوحدها ان شاء الله، وهنشوف ايه هتنزل التفاصيل بتاعتها على الجروب يعني ان شاء الله، ودي هتبقى لوحدها. طب بالنسبه بقى للعملي، فان شاء الله العملي لما يوصل لي الروبريك ان شاء الله
بس حاولوا تبعتوا لي على قد ما تقدروا، يعني لو حد وصل للروبريك حاولوا تبعتوا لي بدري على قد ما تقدروا، وان شاء الله هتنزل مراجعه العمل دي في الشهر الثالث مع التو ليرنينج اوتكمز الباقيين. وبس انا حبيت بس انظم لكم الدنيا، وكنت مكسل بصراحه اكتب على الجروب وكده، فعملت فيديو على السريع يعني. بس بالتوفيق يا شباب.